أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، منذ تسلم هولاكو قيادة القطاع الغربي من الدولة التترية وتمركز في فارس، وهو يعد العدة لإسقاط الخلافة العباسية. حق يا إخواني يا أخواتي، إعداد هولاكو لإسقاط الخلافة العباسية كان بكل أمانة إعدادا مبهرا وعظيما، ورد فعل المسلمين لهذا الإعداد المبهر والعظيم كان رد فعل تافه جدا جدا وحقير جدا جدا. ولذلك سنرى كل النتائج لهذا الإعداد الذي أعده هولاكو ولرد الفعل الذي تجهز به المسلمون. الله عز وجل يا إخواني وأخواتي له السنن لا تتبدل ولا تتغير، منها أن الذي يأخذ بأسباب النصر من أهل الدنيا يعطيه الله عز وجل وإن كان كافرا، والذي يتخلى عن أسباب النصر لابد أن ينهزم وإن كان مسلما. اسمعوا إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هولاكو أعد إعدادا جيدا فلم يبخس أبدا، وهنشوف. هولاكو استلم القيادة في منطقة غرب الدولة التترية في سنة 649، يعني في وش الخلافة العباسية مباشرة، ومع حقده الشديد ومع رغبته الملحة في تدمير الخلافة الإسلامية ومع اشتياقه الكامل لكنوز العباسيين ومع كثرة جنوده وتفوقه العسكري الظاهر، إلا أنه برغم كل هذا لم يتسرع، ما دخلش مباشرة، أخذ يعد العدة في الصبر. مرت 5 سنوات كاملة على إعداده، من سنة 649 إلى سنة 654، 5 سنوات يعمل في نشاط لكي يكون جاهزا تماما، مع أنه هيقابل خصم ضعيف جدا 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 في ذلك الوقت. وتعالوا نتابع كده كما كان المسلمون آنذاك يتابعون خطوات هولاكو في إعداده. هولاكو اشتغل في 4 محاور رئيسية، وقبل ما أقول لكم هذه المحاور ال4 لازم أقول لكم، وأكيد أنتم متوقعين، إن هذا الإعداد في معظمه كان يتم علنا على مرأى ومسمع من المسلمين وغير المسلمين، والتاريخ بيتكرر. كل دولة بتحتل المسلمين دلوقتي على مرأى ومسمع من كل الأرض، وعلى صفحات الجرائد والإنترنت والدش وكل حاجة بيتكلموا عن خطواتهم في الإعداد للغزو، ومع ذلك لا يتحرك أحد. هولاكو اشتغل في 4 محاور كما ذكر. المحور الأول هو الاهتمام بالبنية التحتية، تجهيز مسرح العمليات الذي سيتم فيه القتال، يضمن بذلك استمرارية وسيولة الإمداد والتموين من الصين إلى بغداد. شوفوا عمل إيه. 1. بدأ هولاكو في إصلاح كافة الطرق من الصين إلى العراق. تخيلين مسافات رهيبة، لكنه سبحان الله عمل على تهيئتها لاستيعاب الأعداد الهائلة من الجيوش التترية. في جيوش هائلة ستسير في هذه الطرق، مع الأخذ في الاعتبار يا إخواني وأخواتي الطبيعة الجبلية القاسية لمنطقة طاجكستان وأفغانستان وفارس والموانع الطبيعية الكثيرة في هذه المنطقة. 2. أقام هولاكو الجسور الكثيرة والكبيرة على كل الأنهار في المنطقة، وبالذات نهري سيحون وجيحون، ووضع قوات كافية تترية تحمي هذه الجسور لضمان استمرار عمليات الإمداد والتموين. الحاجة الثالثة، جهز هولاكو مجموعة ضخمة جدا من الناقلات العملاقة، صنع ناقلات عملاقة مخصوص علشان تنقل أدوات الحصار الضخمة من الصين إلى بغداد. 4. بدأ هولاكو يراجع الطريق من الصين إلى بغداد. كل مدينة أو مركز بيتحكم في محاور الطرق كان يضع عليه قوات إضافية، مش عايز أي مباغتة في ظهر القوات التترية المتجهة من الصين إلى العراق. 5. قام بشيء عجيب فيه ذكاء شديد،
أخلى كل الطرق من الصين إلى بغداد. تخيلوا مشوار قد إيه؟ من الصين إلى بغداد أخلى كل الطرق من الماشية، سواء كانت ماشية برية أو كانت ماشية مملوكة للسكان. طيب ليه؟ ذلك لترك الحشائش والأعشاب لتكفي طعام الأعداد الهائلة جدا جدا من الخيول الخاصة بالفرسان والدواب المكلفة بحمل العتاد الحربي والغذاء والخيام وما إلى ذلك، وبذلك لا يحتاج إلى أن يحمل معه طعاما للحيوانات. طبعا لو تعرض لمفاجأة غياب طعام الحيوانات، هذه مفاجأة قد تعطل الحرب كلها. طعام بالنسبة للحيوانات زي البنزين بالنسبة للسيارات بالضبط، بل أشد. الطيارة ممكن تستنى البنزين، لكن الحيوان ما يقدرش يستنى الجوع. بهذا الإعداد استطاع هولاكو أن يجعل الأرض ممهدة تماما لاستقبال أعداد هائلة من الجيوش التتارية من كل مكان علشان تتجمع عند العراق. يبقى ده كان المحور الأول من المحاور اللي اشتغل فيها هولاكو، إعداد مسرح العمليات. طبعا الكلام ده يا إخوان احنا بنقوله كده بسهولة وبسرعة، الكلام ده بياخد سنين. إصلاح طرق وإقامة كباري وإخلاء الطرق من الماشية، هذا مجهود ضخم جدا جدا. المحور الثاني برضه صعب جدا ومحتاج وقت ومجهود، الاستعداد السياسي والدبلوماسي. بدأ التتار في محاولة عقد بعض الأحلاف السياسية مع بعض الأطراف، مع بعض موازين القوى الموجودة في الأرض، لضمان نجاح المهمة الكبيرة إسقاط الخلافة العباسية. طبعا ده تغير كبير جدا في السياسة التتارية. ليه؟ التتار عمرهم ما عرفوا قبل كده تحالفات، ما عرفوش عمرهم الدبلوماسية، كان دايما طرف يحارب الأطراف الأخرى. وعلشان دي خطوة جديدة على السياسة التتارية، تولى هذا الأمر منكو خان شخصيا، خاقان التتار الجديد. سنة 651 من الهجرة، يعني بعد سنتين من استلام منكو خان، استقبل منكو خان سفارة صليبية أرسلت من قبل لويس التاسع. لويس التاسع ملك فرنسا. احنا قلنا لويس التاسع نزل سنة 647 إلى مصر في دمياط، لكنه اتغلب في سنة 648 في موقعتين شهيرتين جدا، موقعة المنصورة وموقعة فرسكور، واتأثر وبعد كده فادوه بالمال. المهم ان لويس التاسع عنده حقد كبير جدا جدا على الشام ومصر، ويريد ان يعيد الكرة في حربه من جديد. في سنة 651 ارسل سفارة جديدة الى منكو خان يريد التعاون معه ضد المسلمين. بدأت المفاوضات، ولكن سبحان الله بعد لحظات قليلة فشلت هذه المفاوضات. ليه؟ منكو خان يا اخواني ويا اخواتي كان راجل في منتهى الصراحة، ما كانش عمره متعود على الأحلاف زي ما قلنا، لم يكن يعرف السياسة من وجهة نظر الغرب. طبعا الغرب عنده طرق ملتوية، تنميق ألفاظ، اختيار عبارات، حصول على ما تريد دون أن تشعر الطرف الآخر أنه يفرط. لم يكن منكو خان يعرف أي شيء عن النفاق الأوروبي المعروف، لم يكن يعرف الابتسامة الأوروبية التي تخفي وراءها كل الحقد. كان راجل في منتهى البساطة، واضح جدا، مباشر جدا، محدد جدا جدا في رغباته. قال منكو خان في بداية المفاوضات أول كلام: إنني لا أقبل أن يكون في العالم سيد سواي. أنا ما أعرفش كلمة صديق، إنما أعرف كلمة تابع. أصدقائي هم من يتبعونني، من يعلنون الولاء والطاعة الكاملة لي، وأعدائي هم الذين يحاربونني، الذين لا يقبلون طاعتي. سياسة بسيطة جدا، سياسة القطب الواحد في العالم، بيقسم العالم إلى دول صديقة أي تابعة، ودول مارقة أي معادية. وبالطبع رفض ملك فرنسا لويس التاسع أن يتحالف على أساس هذا الشرط، ومن ثم فشلت المفاوضات الأولى بين التتار وبين نصارى غرب أوروبا. طبعا المفاوضات الأولى في عهد منكو خان، في المفاوضات قبل كده في عهود الخاقانات السابقة وفشلت. يبقى دي أول مفاوضات عملها منكو خان وما تمتش. طيب إذا كان نصارى غرب أوروبا وملوكها القدماء يرفضون التعاون مع منكو خان على أساس التبعية، فهناك من الملوك الآخرين من يقبل بذلك، يعتبر هذا نوعا من الواقعية. على سبيل المثال كان هناك هيثوم. هيثوم هذا كان ملك أرمينيا النصرانية. هذا الرجل فكر في التحالف مع التتار على أساس التبعية كما كان يريد منكو خان. ملك أرمينيا يعلم قوة التتار، بل ودمرت بلاده قبل ذلك مرتين،
على يد التتار، مرة في عهد جنكيز خان ثم في عهد أوكيتاي. كذلك ملك أرمينيا يعلم أن دولته ضعيفة هزيلة، لا تقارن بأي حال من الأحوال بدولة التتار القوية. خلي بالك مساحة أرمينيا كلها على بعضها ما تجيبش 30,000 كيلومتر مربع، يعني مساحة محافظتين من محافظات مصر. فوق ذلك ملك أرمينيا يعلم أنه محصور بين قوات التتار من جهة وقوات المسلمين من جهة الأخرى، والعداء قديم جدا جدا بينه وبين المسلمين، وهو يتحرك شوقا لغزو بلاد المسلمين وإسقاط الخلافة العباسية. وإن لم يقبل الآن بالتبعية للتتار فسيرغم عليها غدا. سيدخل التتار العراق ويدخلون أيضا أرمينيا، وساعتها يفقد كل شيء بلا ثمن. الكلام ده كله دفع هيثوم إلى أن يذهب بنفسه لمقابلة مينكو خان في قرة قور مع عاصمة المغول. ما بعتش السفارة زي ملوك أوروبا. مينكو خان كان طبعا زعلان نتيجة فشل السفارة الصليبية الأولى، فبدأ يتعلم طرق السياسة، بدأ يتعلم الاعتماد على المظاهر والكلمات المنمقة المختارة. فأقام مينكو خان احتفالا كبيرا، استقبالا رسميا مهيبا لهيثوم ملك أرمينيا، عامله كملك لا كتابع. وإن كانت كل بنود الاتفاق لا تكون إلا بين سيد وتابع، لا ملك وملك. كل واحد بيعمل تمثيلية على الثاني، تمثيلية مكشوفة لكن لزوم السياسة. بعد الاستقبال الحافل الكبير لملك أرمينيا، ملك أرمينيا قدم نفسه على أنه من رعايا مينكو خان، كل واحد بيراعي الثاني، كل واحد بيمثل على الثاني. بدأ مينكو خان يعطي وعودا كبيرة وهدايا عظيمة إلى هذا الملك، يشتري بذلك ولاءه وتبعيته. يعني ما قالوش بالأمر تفعل كذا وكذا وكذا، ولكن فخمه وعظمه وأعطاه. ماذا أعطاه؟ أولا ضمان سلامة ممتلكات الملك هيثوم الشخصية، هذه أول حاجة وأهم حاجة عند هيثوم. اثنين إعفاء كل الكنائس المسيحية والأديرة من الضرائب، طبعا التتار كانوا بيفرضوا ضرائب على كل شيء. الحاجة الثالثة مساعدة الأرمن في استرداد المدن التي أخذها السلاجقة المسلمون من الأرمن في حروبهم معهم. طبعا التاريخ طويل من الحروب بين الأرمن وبين السلاجقة في تركيا. فوعد مينكو خان بإعادة كثيرا من المدن الأرمينية، في كلام هيثوم نفسه بيقول أنا عندي مدن محتلة من السلاجقة، وعد مينكو خان بإعادة هذه المدن إلى هيثوم. والأمر الرابع اعتبار ملك أرمينيا هو كبير مستشاري الخان الكبير مينكو فيما يختص بشؤون غرب آسيا، اداله مركز يعني ومكان. طيب لازم هنا نقف ونتساءل، في مقابل ماذا هذا العطف التتري على ملك أرمينيا النصراني؟ اللي يبص يا إخواني وأخواتي للقوة العسكرية في ذلك الوقت يجد أن القوة العسكرية لأرمينيا لا تقارن مطلقا بأي صورة من الصور مع قوة التتار. يعني نقول لماذا يتواضع مينكو خان ملك التتار بإعطاء هذه الأمور لملك أرمينيا الضعيف؟ بص كده معايا وحلل هذا الحدث الهام. أولا ملك التتار سيستفيد من خبرة ملك أرمينيا في حرب المسلمين. العلاقة بين الأرمن والمسلمين قديمة قوي، خبر الأرمن بلاد المسلمين وطبائعهم. لا شك أن المعلومات التي سيحملها ملك أرمينيا إلى ملك التتار سيكون لها أبلغ الأثر في احتلال بلاد المسلمين. وخليك فاكر ما حدث بين أمريكا وإنجلترا من تحالف. أمريكا تحالفت مع إنجلترا الضعيفة جدا جدا بالمقارنة بأمريكا، لكن عندها خبرة كبيرة قوي قوي في أرض المسلمين، وبالذات في أرض العراق، وبالذات في أرض أفغانستان. إنجلترا قبل كده احتلت أفغانستان واحتلت العراق. الأمر الثاني سيحتاج ملك التتار إلى أعوان لإدارة هذه الأملاك الواسعة. إذا كان هؤلاء الأعوان من أهل البلد أو قريبا من هذه البلاد هيكون له قدرة أكبر على إدارة هذه البلاد وعلى تهدئة الشعوب في هذه المناطق. الحاجة الثالثة، بهذه الخطوة يفتح ملك التتار باب المعاملات من جديد مع النصارى. خلي بالك هو خسر قبل كده معاهداته مع النصارى في غرب أوروبا، الآن يقوم بمعاهدات مع ملك أرمني، وخلي بالك الأرمن كاثوليك زي غرب أوروبا. فبعد كده ممكن يكون ملك أرمينيا هو الرسول بين التتار وبين ملوك غرب أوروبا. وما ننساش أن التاريخ
بين النصارى في أوروبا وبين التتار تاريخ أسود. آلاف وملايين من النصارى ذبحوا على يد التتار، ومن كوخان محتاج واحد يصلح من جديد العلاقات علشان يسقط الخلافة العباسية إسقاطا كاملا. الحاجة الرابعة اللي هيستفيدها التتار من مملكة أرمينيا أن الاتحاد مع مملكة أرمينيا سيكون له عامل نفسي كبير عند المسلمين. الحرب مع التتار شيء، والحرب مع قوات التحالف شيء آخر. نعم، قوات التحالف هذه المتحالفة مع التتار لا تمثل شيئا بالمرة بالنسبة إلى التتار، لكن كلمة التحالف لها واقع خاص جدا جدا على قلوب الناس. عشان كده تلاقي الدول الكبيرة تتحالف مع دول لا قيمة لها ويسموا في الآخر هذا جيش التحالف. الحاجة الخامسة والأخيرة، قد توكل إلى القوات الأرمينية المتحالفة مع التتار بعض المهام الخطرة، مناطق ملتهبة فيحارب فيها الأرمن، تكون الضحايا من الأرمن وليسوا من التتار، زي ما كده بدأت إنجلترا تسيطر على منطقة البصرة وما حولها. وهكذا يا إخواني وأخواتي، الناظر إلى هذه المفاوضات بين التتار وبين الأرمن يجد أن التتار لن يخسروا شيئا مطلقا. المفاوضات بين سيد يملك كل شيء وتابع لا يملك أي شيء. وهكذا يفعل الزعماء الكبار في العالم، يعقدون معاهدات مع ملوك صغار لا يحملون من صفات الملك إلا الاسم فقط، يوكلون إليهم بمهمات تكليفية كثيرة، والمقابل إيه المقابل؟ لا يكون أكثر من السماح لهم بمجرد العيش إلى جوارهم في الأرض. لكن ممكن يعطوهم بعض الألقاب الفخرية، يعني مثلا كبير مستشاري ملك التتار لشؤون غرب آسيا، يا سلام، أو لقب الملك الصديق أو الدولة الصديقة أو العلاقات الحميمة بين البلدين أو فخامة الرئيس، جلالة الملك، سعادة الوزير، يعني المهم مجرد ألقاب لا تسمن ولا تغني من جوع. الواقع الحقيقي بيقول القوة هي بيد التتار، القوة هي التي فرضت بنود المعاهدة، وهذا يحدث ويتكرر في كل الأزمان. والحقوق يا إخواني يا أخواتي لا تحمى إلا بالقوة.